هر مایه کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده جنده برده تاکبی آلا کردن جنده برده تاکبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده برن جنده برده تاکبی آلا کردن جنده برده تاکبی آلا کردن هم خوردن مریو کی مسلمین دیمان و پادیمان هر اجتماع دیمان و پادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده برن جنده برده تاکبی آلا کردن جنده برده تاکبی آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیران بابا خوی نشی بکن تاجی جیهان بابا خوی نشی بکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده برن جنده برده تاکبی آلا کردن جنده برده تاکبی آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم مشاهدي بيب تي في الأفاضل. نعلم جيدا متابعينا الأعزاء بأنه بعد اندلاع الثورة السورية وتحولها لأزمة وكارثة عامة بفترة قصيرة بدأنا نسمع ونقرأ عناوين لمصطلحات كانت شبه مفقودة بالبيئة الاجتماعية والثقافية السورية، وبالتوازي مع بعض الجرائم والأدوات الإرهابية الجديدة والدخيلة على المجتمع السوري، سواء من قبل العصابة الأسدية الحاكمة أو من المعارضات السياسية والميليشيات العسكرية العنصرية والمنظمات التكفيرية الإرهابية، والتي كلها فتحت لها أذرع وأجنحة مختلفة لدعم أنشطتها، وغالبيتها قذرة وتحت عناوين منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، وهي عمليا امتداد لأطرها السياسية والعسكرية الارتزاقية، باستثناء القلة القليلة جدا التي تخدم بحق أبناء شعبنا السوري الصامد. وعليه ارتأينا ومن واجبنا الأخلاقي والمهني بإظهار الصالح من الطالح أمام شعبنا السوري الجريح والتائه بتخصيص هذه الحلقة من برنامجكم حواراتنا لبحث دور المجتمع المدني في الأزمة السورية، وسنناقشها مع ضيفينا الكريمين الأستاذ خلف الغازي، وهو مهندس زراعي من مواليد محافظة الرقة عام 1957 ومعارض للنظام الذي فصله من الوظيفة عام 2013، وهو أيضا والد الشاب عيسى المعتقل من قبل تنظيم داعش الإرهابي منذ 2014 ولليوم، ويعرف نفسه بناشط مدني وأهلي يسعى لإرساء الحرية والديمقراطية والسلم الأهلي في سوريا وإعادة إعمار محافظته الرقة وفق تجربة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. أستاذ خلف الغازي، ما بعرف إذا معنا ولا لا، يبدو في عنده إشكالية بالدخول إلى البرنامج، إشكالية تقنية من عنده يعني، فليس ما يحضر. نرحب بضيفنا الثاني الأستاذ محمود أيوب، وهو أحد المؤسسين لقوى المجتمع المدني الكردستاني الملحق بسوريا في إقليم كردستان العراق عام 2016، وممثل لجنة حقوق الإنسان ماف خارج الوطن،
ومن مواليد قامشلو 1960 مارك سيلينيني الفكر منذ عام 1976 كما يعرف نفسه، ويحمل شهادة جامعية من كلية البريد العربية، ويدعو لحوار وطني سوري بإشراف دولي، ويختم بأنه الناشط المدني المستقل والذي لأجله فصل من وظيفته واعتقل كثيرا من قبل الأجهزة الأمنية السورية. أهلا وسهلا بك صديقي وأستاذنا العزيز محمود أيوب، نورتنا. مساء الخير وكل الشكر للسادة المشاهدين وكل العاملين على إنجاح هذه الحلقة من وراء الكاميرات والقائمين على إنجاح من الأخوة الأعزاء العاملين في هذه الصفحة فيف تي في. وأنا بدوري أرجو أن يتحملون السادة المشاهدين خلال هذا اللقاء الذي تفضل به الأخ سليمان قرو بتقديمنا، وهو صديق عزيز وغالي، وغايته هو خدمة أبناء شعبنا السوري ورفع الغبن والظلم عليه من قبل النظام والمعارضات التي صبغت بالصبغة الإرهابية. بكل أسف نقولها أنه أغلب المعارضات والفصائل الإرهابية التي يدها قد بالدم السوري في أكثر من مناطق سوريا، جنوبها وشمالها وشرقها وغربها، والمتمثلة بداعش وأخواتها. أشكرك أخي سليمان، تفضل أنا جاهز. ونحن نشكرك وباسمك وباسم كل المشاهدين نشكر من وراء الستار في الكنترول، الأستاذ عبد الباقي الحسيني، الزميلة الأستاذة يسرى زبير إسماعيل، الزميلة الكاتبة رقية حاجي، الذين سيبقون معنا لنهاية هذه الحلقة. أستاذ محمود، بداية حبذا لو نعرف المجتمع المدني أكاديميا، يعني في ظل الأزمة السورية وديمومتها تعددت التعاريف والمفاهيم حول الديمقراطية، الهوية الوطنية، المجتمع المدني. فحبذا لو تعرفنا أكاديميا ما هو المجتمع المدني، وما هي شروط وظروف تشكيل أطر المجتمع المدني قبل البحث عن دوره. تفضل أستاذ محمود. أشكرك أخي سليمان. أنا بودي أن نسيت أن أبارك للإخوة اليزيديين بعيد رأس السنة اليزيدية، وأبارك الأخوة المسلمين المؤمنين الوطنيون بمناسبة قدوم شهر رمضان مبارك. وأطالب جميع الأخوة السوريين وخاصة المهاجرين أخذ الحيطة والحذر من مرض كورونا اللعين. أما بخصوص سؤالك أخي سليمان حول المجتمع المدني وتعريفه أكاديميا، أن الحديث في هذا المجال عن المجتمع المدني ذو سجون، وحقيقة أنه المجتمع المدني هي أمنية وحلم لكل إنسان أن يكون مدنيا ومخلصا لوطنه عبر المجتمع المدني. عبر التاريخ نعرف المجتمع المدني انطلق في جميع جغرافية العالم، ولكن كان في بدايتها في أوروبا عندما حمل المثقفون الأوروبيون راية العلم والثقافة والمدنية، وحاربوا الكنيسة ووضعوا الكنيسة على الرف، وانطلقوا بخدمة مجتمعاتهم الأوروبية، وهو منذ آلاف السنين، أكثر من 500 سنة وأكثر، كان دور المثقفين في أوروبا من المجتمع المدني. والمجتمع المدني عندما يعرف أنه مجتمع سطحيا أو بين الأخوة المواطنين أو الذين يحاولون يقزمون دور المجتمع المدني، يقولون أن المجتمع المدني هو مجتمع
ليس له علاقة بالوطن، وليس له علاقة بالسياسة، وليس له علاقة بالشأن الوطني، وإنما هو حالة يخدم حالة إغاثة أو لاجئين. إنما المجتمع المدني عندما نرجع إلى عبد الرحمن الكواكبي وابن خلدون ندرك وغيرهم من المثقفين في مصر كيف خدموا شعوبهم، وقدموا الكثير لتحرير الإنسان، مثلا لتحرير المرأة ولتحرير الإنسان وتحديد ساعات العمل. هؤلاء كانوا النخب الرئيسية في الذين حاولوا أن يقدموا خدمة لشعوبهم. وحتى الثورات الثورة البلشفية وغيرها ثورات كانوا غايتهم أنه يخدموا شعوبهم. ولكن أنا برأيي أنه جميع الأحزاب السياسية في العالم عندما تطالب بخدمة أبنائها وأوطانها تكون هي تمثل حالة المجتمع المدني طالما لم تستلم الحكم. يعني المقصود أستاذ محمود، المقصود بالمجتمع المدني يعني هي طبعا معروفة عنا بالمنظمات، هيئات المجتمع المدني، المقصود فيها الغير حكومية، الهيئات والمنظمات الغير حكومية يعني. طبعا كل جميع المنظمات وحتى جميع الأحزاب التي لم تصل إلى سدة الحكم يعتبر جزء من المجتمع المدني. أنا يعني هون أوضح لكم، يعني بس وصل إلى سدة الحكم، بعض الأحزاب الأخرى تتحول إلى معارضة وتشترك. أما المجتمع المدني هو مجتمع ذو وجهين، يخدم الأخوة المواطنين في بلدانهم، يعني ذو وجه وله. نحن كمجتمع مدني نقول نحن نخدم أبناء شعبنا السوري عامة وشعبنا الكردي خاصة، ولكن لنا إرادة سياسية. أستاذ محمود، أنت قلت الأحزاب تعتبر منظمات مجتمع مدني، تعتبر مجتمع مدني الأحزاب السياسية التي لم تصل إلى سدة السلطة يعتبر مجتمع مدني. ولكن نعرف أنه أن للأحزاب وخاصة الكردية السورية لها أطر ومنظمات تابعة للمجتمع المدني، وتقول أنه هاي قسم، يعني فكيف منظمة تابعة لمنظمة أو أخي سليمان، هون حتى الأحزاب وحتى المجتمع المدني في خلط بالأوراق. يعني بعض الأحزاب، أنا أجيب لك مثال أنه منذ أكثر من 20 سنة لجنتنا الحقوقية، لجنة حقوق الإنسان في سوريا التي تأسست في 15/1996 كان لها دور في تزامنا في تأسيسها. قرر الاتحاد الأوروبي بمنح 500 مليون يورو إلى المنظمات المجتمع المدني في سوريا. تهافت وتكالب كثيرين من الأشخاص لما سمعوا، وبعض الأحزاب وكثير من الأحزاب لما سمعوا هناك مبلغ 500 مليون يورو لمنظمات المجتمع المدني في سوريا. كنا قد عقدنا المؤتمر الأول للجنة حقوق الإنسان في سوريا في 15/1996. بعض الأخوة أحياء يرزقون نظموا لم يكن لهم خلفية ثقافية عن حالة المجتمع المدني. سموا منظمات باسم نفس لجنتنا. منظمة، أنا اتصلت معه، هو شخص حي يرزق، اتصلت معه قلت له يا أخي الكريم، لا يجوز بإمكانك تؤسس لجنة حقوق أو منظمة مجتمع مدني أو لجنة إغاثة، ليست بالضرورة أن تكون اسمها لجنة حقوق الإنسان. ما قال لي أصبر لي بس 10 أيام فغير، وبعدها غير اسم منظمته من لجنة ماف إلى منظمة أخرى، وهي حاليا منظمة جديرة وتخدم، وهي منظمة داد لحقوق الإنسان. ما أقصده أنه حالة
حال الخلط الأوراق بين الأحزاب والمجتمع المدني، الأحزاب السياسية وبكل أسف يعني حتى تقترن أو تضع حدا لباقي المنظمات التي لا تكون تحت أجنحتها، نظمت لنفسها بعض المنظمات المجتمع المدني تتبع لها. يعني كل حزب سياسي كردي، مثلا أنا سأتكلم عن المجلسين، المجلس الوطني الكردي، وحاليا ما يعني تقدم سابقا ينفك اللي حاليا له منظمات موالية لهذين المجلسين، الأحزاب الوطنية الكردية في روجافا والمجلس الوطني الكردي في روجافا، لهم منظمات مجتمع مدني لأحزابهم، وهذا لا يعتبر أنهم هذه منظمات مجتمع مدنية عندما تكون تحت أجنحة الأحزاب السياسية الموجودة. يجب أن تكون المنظمات المجتمع المدني والمجتمع المدني مستقل ويعتمد على ذاته ويتبنى حالة الرقابة على أداء الأحزاب السياسية على الأرض، وإن كانوا السلطة أو كانوا. في أستاذ صبري رسول يقول: لا أعتقد أن الأحزاب السياسية تمثل المجتمع المدني ولا تسعى لتحقيق أهداف المجتمع المدني، بل لها أهداف سياسية بحتة. أنا لم أقل تمثل الأحزاب الكردية تمثل، يعني أنا أو غيره الأخ صبري عندما يقول لا يمثل، الشعب هو الذي يقرر من يمثله. وكذلك زميلتنا يسرى زبير تقول كل ما يتعلق بالحالة السياسية وخاصة الأحزاب لا يعتبرون من مكونات المجتمع المدني. هل توافقهم الرأي؟ لا، يعني هون هي ليس اجتهادا. لما أي شخص يرجع إلى الذين أسسوا القدامى والكتاب والمؤرخين، القادة في المجتمع المدني على مستوى العالم، لما أسسوا حتى الأحزاب، إن لم تكن هذه الأحزاب في خدمة شعوبها وأوطانها، لم تكن أحزاب حتى وطنية. يعني في بعض الأحزاب غير وطنية، ليس بالضرورة أن يكون الحزب موجود في ساحة ما أن يكون وطني. في بعض الأحزاب تخدم أجندات المحتلين لأراضيها، ومن ضمنهم في بعض الأحزاب الكردية نفسها في أجزاء كردستان تخدم أجندات بعض المحتلين لكردستان. محمود، أنا أحد سؤالي يعني كاتب لك يعني ولد العديد من المنظمات والمؤسسات تحت وتحمل اسم المجتمع المدني في إقليم كردستان الملحق بسوريا، وبالتوازي مع أحزاب كثيرة. أولا، ما الفرق بينهما، يعني بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني؟ وثانيا، هل يختلف دورهما ومدى خدمتهما للشعب الكردي والكردستاني في سوريا؟ أنا يعني أيا كان، إن كان أحزاب سياسية أو منظمات المجتمع المدني، هي ليست، أنا أقول أنه ليست هي بما ما يظهره لنا. هناك بعض الأحزاب السياسية تمتلك أجندات وتمتلك أعلام قوي بإمكانها تخدم نفسها، أعلامها تخدم أجنداتها وأهدافها. وبعض المنظمات المجتمع المدني لا تمتلك إلا الكلمة. الفرق هنا. ومن يخدم القضية يجب أن يبدأ ببناء الإنسان الكردي، ببناء أبنائه بناء وطنيا، ويثبت في عقله بأن العدالة القضية الكردية إنها قضية عادلة، ويعمل من أجلها بعقلية منتصرة لا مهزومة. قبل أن أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، قبل أن نناقش عدالة القضية الكردية، يعني نعلم أن هدف وغاية تشكيل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني هو بناء الإنسان والمجتمعات الحرة الكريمة. فهل حققت ذلك في المجتمع السوري ككل الآن خلال هذه المعمعة من اختلاط المفاهيم والأدوار وتبعية المنظمات والقوى
لدول إقليمية، أو تفشي بالأحرى تفشي حالة الارتزاق. يعني هل حققت دورها في المجتمع السوري ككل؟ أخي الكريم، يعني هون الدور المجتمع، أنا بدي أقول كلمة قد يجوز تكون قاسية. أنا كشخص وناشط حقوقي ومؤمن بقضية الوطن السوري عامة، وخصوصية شعب كردستان الذي يعيش على أرضه التاريخ خاصة. أنا ما يؤلمني وما يحز في نفسي أنه تبين أن الشعب السوري عامة في جزء منه انخرط في جزء ليس بقليل، يعني ليس انخرط في منظمات إرهابية، مع كل أسف منظمات إرهابية موالية لنظام دينية، وخاصة تأخذ صبغة دينية. يعني أنا أتذكر وكل أخوة أبناء الجزيرة، أبناء قامشلي يتذكرون عندما كنا نشارك بالمظاهرات السلمية في بداية الثورة السورية، كانت منظمات مدنية موجودة، وكانت هناك عشرات التنسيقيات موجودة، ولكن بعد شهور قليلة تبين أصوات وظهر على ساحة أو مواقع التظاهر نداءات إسلامية بحتة. أتذكر أنه ناقشت مع أحد الزملاء ما هذا ولماذا هذه التظاهرات السلمية تنطلق من أمام المساجد. مثلا قامشلو كانت معروفة مظاهراتها تنطلق من مسجد قاسمو معروف بالحي الغربي. لماذا ما ينطلقون أمام البلدية أو أمام المشفى أو أمام مديرية التربية أو إلى آخره؟ يعني كان هناك أجندات فرضت على قسم كبير من الشعب السوري الذين تبنوا، وإن لم يكونوا مؤمنين أو كانوا مسلمين، أغلب إسلامهم، يعني كلنا مسلمين بالهوية، ولكن لم يكونوا ملتزمين بأداء واجبات الدين، ولكن انخرطوا في منظمات دينية إرهابية وباعوا أنفسهم هم أتباع من يدفع لهم، يعني أتباع الحالة الارتزاقية، هم أتباع ومرتزقة، يعني بالعربي باختصار مرتزقة. هذا الارتزاق بعينه يا أخي سليمان، ارتزقوا يعني قدروا مع كل أسف أقول هذه المنظمات الدينية الإخوانجية منها والداعش وغيرها وجبهة نصرة، قدروا أن يكون لهم موطأ قدم على ساحة سوريا عامة. يعني قامشلي كانت بريئة لتاريخه، لم يثبت أنه بمحافظة الحصكة طوال عقود أن هناك أشخاص كانوا ينتمون إلى حزب الأخوان المسلمين في سوريا، وخاصة منذ الثمانينات إلى ولكن تفاجأنا هناك شباب كيف كانوا يرددون نداءات أو أقوال أو تكبيرات إسلامية أمام التظاهرات السلمية التي كنا نشارك بها لمدة عدة سنوات في قامشلو وغيرها، تضامنا مع أخوتنا في درعا وحمص وحما وإلى آخره. هنا أسجل ملاحظة بأن يعني قد يجوز أنه سببه أن حمل النظام هذا بسبب وجود الظلم وحالة الخنوع لدى الشعب السوري عامة، والدور القاصر للحركة الكردية التحررية. لم يكونوا دورهم دور بناء الإنسان، ولذلك كان حتى دور الأحزاب الكردية في قيادة هذه التظاهرات نسبيا ضعيفة كانت. نعم. أستاذ محمود، طبعا عذرنا ضيفنا الآخر أستاذ خلف الغازي، كان المفروض أن يدخل، ونتمنى إذا لم يتمكن، نتمنى منه إذا لم يتمكن من الدخول إلى الاستوديو أن يرسل لنا فيديو مصور ويسمع يعني أجوبتنا الآن، أسئلتنا من هنا. يعني أتمنى أن من الكنترول الأستاذ عبد الباقي أن يتواصل معه، أن يرسل لنا فيديو. يا أستاذ عبد الباقي عم بيقول الإنترنت عند الضيف الثاني ضعيف جدا، و
ربما يتأخر في الدخول إلى الاستوديو. نتمنى أن لا يتأخر، وتحملنا أستاذ محمود أيوب أن نعذبك أكثر. لا، ولو أنا جاهز يا أخي سليمان وهون، يعني هي ساعة ونص أو 4 ساعات، نحاول أنه نلقي الضوء على بعض الجوانب المظلمة والأنفاق المظلمة. هذا واجب أخلاقي وإنساني وتاريخي عليه، وأنه أنا ممتن منكم أنه أنا هذا إجابتك. هذا كان أحد أسئلتي المهمة، أنه الأزمة السورية مرت وتمر إلى هذه اللحظة اللي أصبح دخلنا للعام 11 في محطات ونفقات مظلمة. لماذا؟ وأنت كأحد ناشطي بالمجتمع المدني، ناشط حقوقي كما أسميت نفسك، كيف ترى هذا النفق المظلم الذي يسير فيه غالبية القوى السياسية وقوى المجتمع المدني السوري عامة؟ لماذا؟ حقيقة هون يعني الكل يتحمل المسؤولية، إن كانوا أحزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدنية. يعني عندما نقول هناك تقصير من الحركة السياسية عامة، لا نشمل الجميع. هناك أحزاب وطنية موجودة وقدموا شهداء إلى آخره، أم نحكي بالعام. ونفس الملاحظة على المجتمع المدني. هناك عشرات المنظمات من المجتمع المدني التي شكلت مع الثورة أو مع الهجرة، يعني كانوا انتهازيين وعلاقاتهم نفعية، يعني لم يخدموا القضايا الهامة للمجتمع والوطن. وشوهوا يعني بعض الأحزاب وحتى بعض المنظمات، شوهوا الحالة الموجودة، ولم يتمكنوا من نقل الحالة أو إلقاء الضوء على حالات التي تسيء إلى الوطن والشعب. والأنفاق المظلمة اللي دخلوا فيها كانت نتيجة عدم وجود تجربة واضحة أو إرث ثقافي. كون أغلب أبناء شعبنا نتيجة الفقر والمدقع وحالات القمع من النظام تخلوا عن القراءة والثقافة، ومالوا إلى ميولهم كانت واضحة إلى الرياحة وعدم الاكتراث بالثقافة المجتمعية أو حتى السياسية. وكانت دور الأحزاب عامة وخصوصا حزب البعث، يعني حزب البعث الحاكم كان له دور كبير والأمن السوري حقيقة كان له دور كبير بفرض حالة من الرعب والإرهاب، حيث كانوا يعتقل أناس بمجرد كلمة تهمهم كانت جاهزة على مر التاريخ، أنه الكردي يكون ميله للبرزاني، والعربي يكون ميله لصدام، والأخ المسيحي يكون كتائبي، وهكذا تهم جاهزة. وكان عشرات بل مئات يعتقلون بتهم ملفقة، ويمضون عشرات السنين في معتقلات الأمن، من تدمر إلى صيدنايا إلى سجون عذراء وغيرها. ولذلك أقول جازما أنه الدور الأساسي السيء الصيت يعود إلى النظام عبر 6 عقود أو 5 عقود من السنين، الذين كان كاتما لأنفاس الشعب السوري عامة. وهذه الاختلاطات الموجودة أو عدم الاكتراث من قبل الأحزاب والمجتمع المدني الذي له دور قليل. يعني عمر المجتمع المدني في سوريا كان يعني لم يتجاوز عقدين. يعني إن كان هناك مثلا منظمتنا لجنتنا هي تأسست 96 تقريبا 24 سنة، ولم يكن قبلها أي منظمات مدنية إلا بعض الأخوة الناشطين المدنيين لم يتمكنوا من عقد مؤتمر لهم. ولذلك من نتيجة سوء التعامل والحالة العنف الموجود من قبل الأمن السوري
كان هناك حالة كان في استاذ محمود، عفوا، انت ماركسي لينيني تقول عن نفسك، وكان في بالحزب الشيوعي السوري يعني اتحاد الشباب الديمقراطي، يعني هذا يعتبر اتحاد شباب منظمة مجتمع مدني يعني. يعني هون أنا يعني اتحاد الشباب الديمقراطي أنا كشخص سمي فيما بقيت بعد فيه. تيمنا بالبعث بشبيبة خالد بكداش طبعا. نعم أنا هون لي انتقاد خاص على هذه، يعني هون يعني حتى على سياسة الحزب الشيوعي كان يعني ليس بالواجب، لم يكن يقوم بواجبه الأساسي في خاصة أمام الشعب الكردي في سوريا. لتاريخه الحزب الشيوعي السوري لم يقل الشعب الكردي، إلا أنه يعتبره أقلية قومية أو يطالب بحقوق ثقافية أو واللغة وهكذا، أو مثل إدارة محلية أو كذا. ومع الأسف نقول أنه انتقادنا عندما ننتقد حزب الشيوعي السوري على تجاهله بحق شعب كامل وعايش على أرضه التاريخية. عندما نقول الحزب الشيوعي السوري نقصد العائلة البكداشية. البكداش الذي قال أنه يعود إليه الفضل بتعريب الحزب. كان قبل خالد بكداش كان اجتماعات الحزب في مناطق الجزيرة، في مناطق الكردية تعقد باللغة الكردية، ولكن بعد خالد بكداش تعرب الحزب، ولا نفتخر بانتمائنا الفكري، ولكن العائلة البكداشية كانت بالاسم شيوعية، وهي عمليا رديف للأنظمة الشمولية الأخرى. أخي سليمان، أنا توافقني ذلك؟ أنا أعهدت نفسي أنه أنا أعهدت نفسي من زمان أنه لا أهاجم الأحزاب السياسية، ولكن نتيجة تخاذل أو وجود نقص في عملها لابد من أن ننتقد أعمالها انتقادا ليبنوا نفسهم. المرحوم خالد بكداش سمي بالعميد الشيوعيين العرب، وكان له دور بارز، وهو من كلامه قال أنه الشيوعية تأسست وردت إلى سوريا، أو صار الحزب الشيوعي تأسس الحزب الشيوعي السوري لم يكن بوجود طبقة عاملة، إنما بقدر ما كان هو إشعاعا من ثورة أكتوبر. نعم الشيوعيين السوريين أو الحزب الشيوعي السوري كان له دور إيجابي وتنويري لكل الشعب السوري. لا نظلم الحزب أنه الحزب الشيوعي السوري رغم لا نميز، إنما نميز بين آل بكداش وبين الحزب، نميز تمييز ولا نجهل دوره. طبعا الحزب الشيوعي السوري قدم آلاف المنحات في الدول الاشتراكية ورجعوا آلاف الشباب. نعم كان دور تنويري، ولكن القوى الرجعية المؤلفة من الأغوات وكبار الإقطاعيين والأنظمة المتعاقبة الاستبدادية يعني حدوا من تقدم حزب الشيوعي السوري. كيف كان حزب الشيوعي عرف بحزب الجلاء مثلا، عرفت العربيين. أستاذ محمود، ليس موضوعنا مناقشة الحزب الشيوعي بس، انما ذكرنا مثالا انه اتحاد شباب انه كان في منظمات ولكن لم تقم بدورها، كما الان المنظمات ما بعد 2011 شكلت وللاسف لم تقم بالدور المطلوب منها. أخي الكريم يعني ملاحظتك جديرة واحترمها، أنه كان في اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي. اتحاد الشباب الديمقراطي الحزب الشيوعي السوري كان رافض للحزب الشيوعي السوري، وكان من أحد أعضاء المؤسسين لاتحاد الشباب الديمقراطي العالمي، ونفسها منظمة اتحاد النساء نفس الشيء، ولكن كانوا تحت اللي يقود اتحاد الشباب مثلا يكون عضو مكتب سياسي، أو في المحافظات يكون عضو لجنة منطقية، وهكذا الاتحاد النسائي. يعني كانوا موالين للحزب الشيوعي، لم يكونوا مستقلين. كانوا يعني الاتحاد النسائي ومنظمة الطلائع واتحاد الشباب الديمقراطي موالين للحزب الشيوعي السوري، ولذلك لم يكونوا من المجتمع المدني المستقل. المجتمع المدني يجب أن يكون منظمات
مجتمعا مستقلا تماما عن الاحزاب السياسيه. تمام استاذ محمود، يعني فعلا خرجنا عن الموضوع قليلا، ولكن جبت مثالا شبيبه خالد بغداش كمثال انه الحاله السوريه إن كانت هناك اسماء شكليه كشبيبه، حتى شبيبه الثوره لم يكن لها دور واحد، حتى حزب البعث لم يكن له دور. يعني البعث كانت شماعه من قبل الانظمه الدكتاتوريه يعني. وكذلك الامر في حال الثوره السوريه ما بعد الثوره والازمه السوريه. لحد الان نرى المنظمات والمؤسسات ان كانت سياسيه او ثقافيه عباره عن هياكل لحاله ارتزاقيه اساءت للشعب السوري او اضرت الشعب السوري اكثر ما تفيده يعني. هل توافقني ذلك؟ نعم يعني نعم، انا اقول اي حزب سياسي او اي منظمه مجتمع المدني يقاس بحجم عملي على الارض. يعني حزب البعث والجبهه الوطنيه التقدميه في سوريا، وكيف كان حزب البعث سمى نفسه قائد الدوله والمجتمع، وباقي الاحزاب السياسيه المنضويه في الجبهه الوطنيه التقدميه لم يقدم اي اعتراض على هذه الكلمه. والطوال يعني من 1900 عند تاسيس الجبهه الوطنيه التقدميه، انا اذكر بالحركه التصحيحيه لم اتذكرها او احضرها، كنت يعني لم اكن منظما في ذلك الوقت، بس كان حزب الشيوعي السوري يومها ضد الحركه التصحيحيه، واصدر بيان بانه مشبوه، هذه الحركه مشبوهه. ولكن يبدو انه تمكن يعني رأي حافظ الاسد انه من تمكين نفسه وبمساعده السوفييت بان ينضوي او يطلب من الحزب الشيوعي السوري الانضمام الى جبهه، ووعدوا بان هناك وعدوا بايام ربيعيه او تقدميه وتطوير سوريا عبر اتحاد سوفيتي بان يكون بلدا متطورا. وانا اجزم انه كان هوية مطيه للبعثيين او لحافظ اسد كيف ركب الموجه وتمكن من انضمام مجموعه احزاب سياسيه من معروفين على مستوى الوطن بضمه لتاسيس جبهه وطنيه تقدميه. هنا كانت الطامه الكبرى في كل السوريين. محمود ايوب، في الدكتور محمود عباس نوجه له تحيه، يقول رأي الحزب الشيوعي السوري له دور كبير في إضعاف البنية التحتية للمجتمع الكردي، وبالتالي إضعاف دور الأحزاب الكردية، وهو ما سهل للبعث في محاربة الكرد. شو رأيك؟ أنا تحياتي للدكتور محمود عباس في بلاد الغربة. يعني أنا يعني حتى عندما نقول الحزب الشيوعي السوري كان له دور في إضعاف البنية التحتية للشعب الكردي أو الناصري، هنا نخفف الدور السيء للبعثيين، الدور السيء للحزب الشوفيني ولأجهزة الحكم وللدولة. يعني باعتبار يعني هلا إذا كان مجموع سوريا بمستوى، نحن بدنا نحكي على حزب الشيوعي السوري، كان مجموع أعضاء مجلس الشعب التابعين للحزب الشيوعي لم يتجاوز 4 أشخاص البرلماني ووزير. يعني السلطات الموجودة على الواقع على الأرض كانت سلطات بعثية شوفينية. يعني أستاذ خالد بهلوي يقول كان هناك خيار الحزب، إما دخول المعتقلات، يقصد الحزب الشيوعي، إما دخول المعتقلات أو المشاركة في جبهة الوطنية التقدمية حسب حديث للرفيق بغداش. طبعا تحياتنا للأستاذ خالد بهلوي، هذا هو رأيه. تحياتي للأستاذ خالد بهلوي وهو رفيق، وقد خدمنا سوا في اتحاد الشباب الديمقراطي وأذكره جيدا، رجل طيب. يعني عندما لم نقل الحقيقة على أي شخص يجب أن نقول الحقيقة عن أي شخص.
لا ننكر الدور الإيجابي للراحل خالد بقداش، ولكن له أخطاءه، له أخطاء، يعني له أخطاء. ولكن غلطة الشاطر بكفرة. أستاذ نعم. محمود، غلطة الشاطر بكفرة. غلطة القائد أنه كان يعني عرف خالد بقداش له دور، كان له بصمات حتى دولية. يعني هو خالد بقداش، مرحوم خالد بقداش، حتى نبه السوفييت أنه هناك أقلام صهيونية في أنباء موسكو وغيرها، وطور مفهوم التطور اللا رأسمالي. يعني له بصمات وعرفها بالعميد الشيوعيين العرب، ولكن داخليا هو يعني خالد بقداش قال لو نقارن وضع سوريا داخل سوريا مقارنة بوضعها الخارجي لوقفنا 100% في المعارضة. هذا كلام خالد بقداش. أستاذ محمود، دعنا نستمع لبعض التسجيلات الصوتية التي أرسلها أستاذ غازي خلف الغازي، فهو لم يتمكن بسبب ضعف النت في محافظة الرقة، لم يتمكن من دخوله الاستوديو. سنستمع الآن لصوته، لنسمع ماذا يقول. نتشرف به. أهلا وسهلا أستاذ خلف. قامت الثورة السورية العظيمة بكسر حاجز الخوف والاستبداد بمظاهرة. مساء الخير. مساء النور. مرت سوريا بعد الاستقلال بحركة أحزاب وطنية قامت بفرض أجندة وطنية ديمقراطية بحيث تتوافق مع الشعور الوطني. يبدو حتى الصوت سوري، ولكن استمر هذا حتى عام 63 عندما اغتصب حزب البعث السلطة والمجتمع في سوريا والعراق، وحكم الاستبداد طيلة هذه السنوات. بعدها قامت الثورة السورية العظيمة بكسر حاجز الخوف والاستبداد بمظاهرة الاستبداد، وقام على أثر ذلك باختطاف المفكرين والناشطين السياسيين والإعلاميين وكل ما يتعارض مع الاستبداد. بعدها دخلنا في الحل الدولي. الحل الدولي أتى باحتلالات بدأها بداعش بثورة مضادة قذرة كانت تدار من قبل تل أبيب ومن قبل من لا يريد لسوريا التقدم والازدهار والحوار المدني. في هذه الحالة كان لابد من أستاذ محمود اسمع. المفكرين اسمع نترك الشيء بعد الحلقة. يخلق من تحت الدمار والأنقاض عبر حوارات مدنية تحتاج إلى مفكرين وتحتاج إلى ناشطين مدنيين ضمن الساحة السورية، وهذا يعني فرض على المجتمع حوار جدي مع كل مكونات الطيف السوري. يبدو الصوت أيضا غير واضح من المصدر. سنعود إليك أستاذ محمود. كل التحية للأستاذ خلف الغازي، إن شاء الله في الحلقات القادمة يشارك معنا. يعني هو يطرح عن أهمية دور الشباب والحراك الشبابي بالأزمة السورية وبناء ويركز على المجتمع المدني. هل لك تعليق على ما قاله؟
طبعا كمان نحيي الدكتور بلال غازي القرعان، يحيينا ويحيي كل أحرار سوريا. نوجه له تحية للدكتور بلال غازي القرعان ولكل مشاهدي ومتابعي طيب تي في. أستاذ محمود تفضل. أنا بدوري أشكر الدكتور بلال غازي القرعان، هذا الرجل الشهم والذي يعمل دوما بإصرار لمناصرة القضية الكردية عامة. وتعليقا على كلام الأخ خلف الغازي حول ما سماه بالثورة السورية العظيمة، عندما عند أي عمل أو حالة موجودة كنا في بداية نقول لها ثورة، ولكن الثورة خطفت من سكتها ودخلت حالة التسلح. أنا لن أقول لها الآن ثورة أو ألصق فيها التهمة أنه بالتهمة هي ثورة السورية العظيمة. هي ليست ثورة سورية. ولكن أستاذ محمود هنا اسمح لي، أليس كل ثورة بحاجة إلى ثورات أخرى يعني حتى تصل لأهدافها، حتى تصل لأهدافها؟ وأنا أحاول حتى لا يحضن أخي خلف الغازي، الأستاذ خلف غازي ضيفنا من رقة، تحياتنا له. يعني هو كمان اتهم، يعني هي اتهام انه الثوره السوريه هي اللي كسرت حاجز الخوف، بل كان المفروض ان يقول ان الشعب الكردي كسر حاجز الخوف في انتفاضه 2004، عندما حاول النظام زرع فتنه كرديه عربيه عبر اجندات اشخاص ومن خلال فريق فتوي القادم من دير الزور، وحاول، ولكن عند وقوع الحدث من مختبرات مطبوخة في مختبرات الأمن السورية، تمكن الشعب السوري أن يصل خلال أي ساعات من أنديور إلى قلب دمشق، كسروا حاجز الخوف. وهنا أقول وأعلنها على الملأ أنه الأخوة العرب بكل أسف أقول والمسيحيين وباقي المكونات السورية لم يساندوا هذه الهبة الشعبية التي انطلقت في 2004 12 آذار 2004. تماما. طبعا في الآن تسجيل صوتي آخر الاستبداد، وقام على أثر ذلك باختطاف المفكرين والناشطين السياسيين والإعلاميين وكل ما يتعارض مع الاستبداد. بعدها دخلنا في الحل الدولي. الحل الدولي أتى باحتلالات بدأها بداعش بثورة مضادة قذرة كانت تدار من قبل تل أبيب ومن قبل من لا يريد لسوريا، والتأسيس لمجتمع يخلق من تحت الدمار والأنقاض عبر الحوارات والحوار المدني. طبعا نوجه تحية للأستاذ خلف الغازي، نتمنى من الكنترول أن يرفع الصوت غير واضح. إلى مفكرين وتحتاج. أستاذ محمود أيوب، سؤالي ما قبل الأخير، يعني بدنا نضطر نقصر من وقت البرنامج، وصلنا إلى سؤالي ما قبل الأخير. يركز أستاذ خلف طبعا، والبعض يسألني هنا في الواتساب يقول أنت حولت الحلقة عن الحزب الشيوعي. ده طبعا نحن بالبداية وأنت أحد الناس اللي عرفت الأحزاب بأنها جزء من حراك المجتمع المدني، فلما حلقتنا ليست عن دور أي حزب من الأحزاب السورية سواء كانت عربية أو كردية، وإنما جبنا مثال الحزب الشيوعي. طبعا أستاذي الكريم، يعني بنختم بالسؤال ما قبل الأخير، الدور المطلوب من منظمات المجتمع المدني. لحد الآن كل القوى إن كانت سياسية، تنظيمات، أحزاب، غالبيتها العظمى فشلت في تحقيق
هدف وأماني الشعب السوري الذي سار لأجل الحرية والكرامة. ما الدور المطلوب لإعادة سوريا إلى الحالة الثورية لتحقيق أهداف الثورة في بناء سوريا ديمقراطية تعددية فيدرالية؟ تفضل. أخي الكريم، دور المجتمع المدني المنوط به هو المطلوب والمنوط به والمفروض أن يعمل به أن يوثق جميع الخروقات على الأرض التي خرقت على الساحة السورية عامة، والساحة ومنطقة رجعافة خاصة. يعني هون كان لنا دور، نحن مجموعة منظمات مدنية، بنقل وقائع حية وموثوقة إلى الهيئات الدولية وإلى حتى إلى غرفة المجتمع المدني بجنيف، وإيصالها إلى مجموعة قنصليات الدول الغربية في هولير في أربيل، وإلى الاتحاد الأوروبي، وإلى المؤتمر الخامس في بروكسل حول سوريا. دور المجتمع المدني هو أنا أنطلق من خلال عملنا نحن في منظمات قوى المجتمع المدني الكردستاني ولجنة حقوق الإنسان في سوريا ماف، كأن لنا مبادرة أسميناها مبادرة القامشلي حول تقريب وجهات النظر للتوافق على حوار الكردي في سوريا لإنجاحها. وكان لنا مشروع، هذه المبادرة قدمت عدة مرات قبل المبادرة الفرنسية وقبل الأمريكية. ونحن هنا نعلن أن القوى المجتمع المدني في كل سوريا يجب أن ينطلق من باب ويعلنها علنا أنه حاوروا دهرا ولا تحاربوا شهرا. دور المجتمع المدني في بناء الإنسان وتنميته فكريا، بناء وطنيا وثقافيا، والالتزام والالتصاق بالوطن. دور المجتمع المدني النداء إلى كافة الأخوة المهاجرين العودة إلى بلادهم، والضغط على الدول الدائمة العضوية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤتمر بلجيكا بروكسل بأن يضغطوا على تركيا برفع حالة الاحتلال من الأراضي السورية، وخاصة عفرين التي زهقت آلاف الأرواح وقطعت ملايين الأشجار ونهبوا الخيرات. إذا هنا اسمح لي أستاذ محمود، كيف ندعو إلى العودة ونحن نعرف هناك سيف الإرهاب مسلط على كل أبناء شعبنا الباقية الموجودة في عفرين؟ كيف هل ندعوهم إلى المقصلة؟ عندما ندعو نطالب بنفس الوقت برفع حالة الاحتلال التي لا ينطقها الكثيرون من القوى السياسية بأنه احتلال. أنا أسميها علنا أنه احتلال التركي على الأراضي السورية، ومن ضمنها المناطق الكردية المعروفة عفرين وسريكهنية وغريسبي وغيرها من المناطق. نهبوا خيرات هذه البلاد. قوى المجتمع المدني يجب أن يعمل على قدم وساق بتوثيق الأحداث ومطالبة عودة كل المهاجرين. والمؤامرات اللي حيكت ضد الشعب السوري، نقلوا أهل غوطة إلى عفرين، وهناك تغيير ديموغرافي حقيقي على الأرض، والآن يبنون بيوتا لهؤلاء العرب والتركمان في أراضي عفرين، وشعب عفرين يعيشوا في حالة تعب وإرهاق. تغيير ديموغرافي عم يصير في عفرين، في جريسبي، في سريكاني. يعني نعم. أنا أؤكد من هنا على هذا المنبر أنه الاحتلال التركي يسعى ببناء سلطة العثمانيين والضرب بيد من حديد على الشعب الكردي عامة. هو يتبجح أنه يحارب حزب العمال الكردستاني أو غيره الموالين لحزب العمال الكردستاني، ولكنه ضد إرادة الشعب الكردي وضد وجوده أصلا.
يعني تركيا هذا وبالتنسيق مع كل الأنظمة الغاصبة المحتلة لأرض كردستان الكبرى، يعني كإيران، أخي كعراق. سليمان، أؤكد على هذا الكلام. يعني أنت تؤكد كلامي. الدول المحتلة لكردستان كان سابقا قبل 50 سنة بعد اتفاقية سايكس بيكو والمؤامرة الدولية التي ضربت إقامة دولة كردية، كيف أسسوا لحالة، ومن يومها دولة تركيا هي دولة مارقة ودولة ترعى الإرهاب. وجميع الدول 4 دول كانوا من العرب أو من الفرس والأتراك، النظام التركي والفارسي والعربي المحتلين لكردستان المجزأة، كان اجتماعاتهم كل 4 سنوات تعقد. وعندما حسوا أنه هناك حركة خاصة في كردستان الجنوبية، بدأوا بتقليل بزيادة عدد اجتماعاتهم حتى إذا وصلت على مستوى ساعات تواصلهم. الآن أؤكد خاصة بعد الاستفتاء، وشفنا تواصل. التكالب على نتائج الاستفتاء، شفنا التكالب على نتائج الاستفتاء. أنا أؤكد أنه الآن في تواصل أمني بين سوريا، النظام السوري والنظام التركي، ونفسه بين النظام الإيراني والتركي والإيراني والعراقي ضد الشعب الكردي. وهذا ما تفضلت به، كيف كان عند نتائج الاستفتاء كان وقفوا ضد إرادة الشعب الكردي، وتكالبوا وقطعوا الأرزاق ومنعوا الطيران. يعني قرار منع الطيران بهولير وسليمانية كان قرارا عراقيا، يعني الحكومة المركزية العراقية. يعني هون حتى يثبت الشعب الكردي لا يوجد أصدقاء للشعب الكردي إلا وحدة الشعب الكردي، توافق الشعب الكردي. من هنا أطالب أن يكون الأخوة شعبنا الكردي أن يكون متوافقا بقراراته ولخدمة وطنه وشعبه ورجاء. خاصة أنا أدعو جميع الناس مناصرة وتأييد الحوار الكردي وعودة الحوار الكردي قبل أن يفوتنا القطار ونبقى مئات السنين تحت الاستبداد والاحتلال. وقبل أن ننهي الحلقة لعدم تمكن الضيف الآخر الأستاذ خلف الغازي بالانضمام إلينا، السؤال الأخير ليس بسؤال. هل كنت تتوقع أن أسألك سؤالا ولم أسأله، أو كلمة أخيرة توجهها لسوريا، لكل أبناء وبنات سوريا، عربا، كردا، سريانا، آشوريين وغيرها من كل المكونات السورية؟ أنا لم تسألني إنه الأكراد ودورهم تاريخيا في سوريا. تمنيت أن تسألني هذا السؤال. برنامج نحن عن المجتمع المدني عم نحكي. الكرد. نعم. المجتمع المدني يحس بما جرى ويجري سابقا ولاحقا. أنا أقول إنه من المفروض إنه الشعب السوري والحكومة السورية الحاكمة حاليا تقدم اعتذارها للشعب الكردي، وتقدم شكرها أن السوريين، الزعامات السورية كانت هي اللبنة الأساسية التي بنت سوريا الحديثة. أكثر من 5 رؤساء من أصول كردية وزعامات كردية ورؤساء وزراء عملوا أو استلموا، ولكن لم يخدموا الكرد. يعني نكون واقعيين، لم يخدموا قضيتهم كما غيرهم. كان طه ياسين رمضان كرديا ولم يخدم الكرد. لم يخدموا الكرد، ولكنهم ليسوا مثل غيرهم أنه اشتغلوا لقومياتهم أو طائفياتهم. كان بإمكانهم أن يعملوا للكرد، ولكنهم عملوا لسوريا. هل يمكنك أن تقول لم يعملوا لسوريا؟ اللي أسس الجيش السوري، وزير الحربية السورية. يعني هلا أنا كان مطلوب أنه يقولوا جميع السوريين، يقولوا المناضل والمضحي الأول في سوريا والمقاوم الأول هو يوسف العظمة. يوسف العظمة أثبت أنه قتل بأيادي السوريين وليس بالجيش المحتل الفرنسي. بالتأكيد. لم يرضى أن يدخل الجيش الفرنسي محتلا بسوريا بدون مقاومة، ولكنه غدر من السوريين، من قبل السوريين
هناك حقائق تظهر أن الأكراد كانوا وطنيون بإخلاص في سوريا. يعني حتى التواجد الكردي في سوريا نسبتها يحاولون أن يضايقوا أو يقللوا من شأن الكرد السوريون. القرارات الاستثنائية والأحكام العرفية وحالة الطوارئ حكمت سوريا والشعب الكردي. وكيف الأخوة المشاهدون الأخوة السوريون لتاريخه لا يعرفون كيف عانى الشعب الكردي في سوريا من قرارات استثنائية وحزام عربي وإحصاء الجائر في عام 1962 السيء الصيت الذي تبناها أو كان عرابها محمد طلب هلال. جردوا أكثر من 300,000 شخص من جنسية سورية خوفا رعبا من الكرد. كان هناك بنفس التزامن كانوا ثورة أيلول في كردستان العراق قد انتصرت، خافوا من الشعور القومي وانتفاضة الشعب الكردي في سوريا، ولذلك حاولوا تعريب المنطقة وعربوها. جابوا أخوة من منطقة السلمية، وفي عام 1974 نفذها النظام البعثي. 1974 جابوا مئات العائلات من محافظة الرقة وريف حلب وبنوا لهم بيوت وأعطوا لهم كبد الأرض في الجزيرة، كبد الأرض على طول شيء 300 كيلومتر من عنديور إلى راس العين، وأعطوهم صكوك تملك رغم وحاولوا طرد الشعب الكردي من هذا الحزام الذي يسموه حزام العربي، ولكن الأكراد تمسكوا وحافظوا. الكرد أستاذ محمود، الشعب الكردي العظيم حافظ على وجوده رغم كل المساوئ، رغم كل العنف، رغم كل القرارات الاستثنائية، رغم الإحصاء الجائر، رغم العذابات، رغم يعني كان هناك حالة يندى لها الجبين بالممارسات الشوفينية من الأنظمة المتعاقبة في سوريا. نعم أستاذ محمود، أشكرك جدا جدا، أتعبناك الليلة، وكان المفروض أنه يكون معنا الأستاذ خلف الغازي، ولكن لضعف النت عنده في محافظة الرقة، كما ضعف كل مناحي الحياة في سوريا التي نتمنى أن تعود إلى عافيتها بأقرب وقت ممكن. نشكرك أستاذ محمود أيوب على حضورك معنا، كما باسمك وباسم كل المشاهدين نشكر من كان وراء الستار مرة أخرى، الأستاذ عبد الباقي الحسيني، الأستاذة يسرى زبير، الأستاذة رقية حاجي، وإلى الخميس القادم وحلقة خاصة جماعية عن عيد الصحافة الكردية يصادف 22 نيسان، سيكون حلقة خاصة عن عيد الصحافة الكردية. الخميس ما بعد القادم سنعود إليكم في حواراتنا بموضوع جديد وضيوف جدد. إلى ذلك الوقت دمت أستاذ محمود أيوب وكل مشاهدينا الكرام بخير، ومرة أخرى جزيل الشكر لكم. وأنا بدوري أشكر قناة